السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. وإن شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد عن موعد تسليم شقق الإعلان 14. وكتير بيسأل عشان المدة قربت والميعاد قرب اللي كان مكتوب في أوائل 2024. فهنشوف الموعد التسليم، وفي بعض مناطق او بعض مدن نزل لها الاستعلام، وفي بعض مدن لسه في نفس ميعاد التسليم، واغلبيه ان المشروع الاعلان 14 يعني يعتبر شبه كمل. فاعلنت الاستاذه مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق الاسكاني الاجتماعي حاليا ان بيتم تنفيذ شقق الاعلان ال 14، ومن المتوقع ان يتم تسليم الشقق في مارس 2024 او من بدايه مارس 2024. ليه؟ لان احنا الاقساط هتخلص يعني في يناير 2024، فده من المتوقع ان يبدأ في تسليم شقق. طبعا في ناس في مدن او في بعض المناطق تبع الاعلان 14 في محافظات معينة او مدن معينة تم نزل استعلام، والكلام ده كله ده حسب كل اعلان، بس ان هو اخر ميعاد ان شاء الله هيبقى في 2024 هيبدأ كل الناس تنزلها الاستعلام واجراءات البنكية. طبعا ده كله بعد جدول الاقساط بتاع الاعلان 14. احنا كان في جدول اقساط ماشيين عليه اللي هو ربع سنوي، كل 3 شهور بندفع اللي هو القسط. فالاقساط الربع سنويه احنا تم سداد دلوقتي 8 اقساط ربع سنويه من 1 ابريل 2021 حتى نهايه شهر يناير 2023 اللي هو الشهر اللي فات. كده بيتبقى 4 اقساط، يبقى احنا كده دفعنا 8 اقساط وباقي علينا 4 اقساط، هنبقى كل مجموعهم 12 قسط. طبعا كل ده هينزل بعد الاستعلام، بعد ما نخلص الاقساط الاستعلام هينزل. طب بيتم سداد القسط التاسع عشان محدش ينسى ويبقى فيه غرامة. ده في شهر ابريل، شهر 4 هيبقى ده القسط التاسع لينا، والقسط العاشر هيبقى في شهر 7 شهر يوليو 2023، والقسط ال11 هيبقى في شهر اكتوبر. القسط الاخير هيبقى في يناير 2024. عشان كده اعلنت الاستاذه مي ان هي هيبدا في مارس 2024 ان الكل ينزل له الاستعلام والاجراءات البنكيه. ده طبعا انا هسيبكم ده تصوير للاعلان ال 14 بالتحديد في حدائق اكتوبر. ومن ارض الواقع كده بنشوف ان اغلبيه العمارات الواجهه بتاعتها خلصت وبيبتدوا في المرافق. يعني انا وقت ما بصور دلوقتي كان في المرافق بتتعمل. اما الاعلان اللي هو ناحيه الخزان او اللي قصاده ده الاعلان العاشر، وتم تسليمه للناس وناس سكنت فيه بالفعل. فعشان كده انا بقول يعني من رايي الشخصي ان الاعلان ال 14 اللي في حدائق اكتوبر موقع مميز، ان هو هيعمر بسرعه لان في اعلانات استلمت وسكنت، يعني فهيبقى ان شاء الله هيبقى مش هيبقى بعد فتره عبال ما الكل يروح فيها ويسكن، لان هتبقى المنطقه ان شاء الله عمرت على طول. ده كده الاعلان قلنا ال 14 في حدائق اكتوبر اغلبيته خلصت، بس لسه المساحات بتاعه اللاندسكيب والحاجات دي كلها والتشطيبات بقى اللي هي الاخيره، وان شاء الله هنستلم في الميعاد. طبعا الاعلان ده كل شركه ماسكه حوالي كام عماره بتشطبهم، لذلك هتلاقي فيه اختلاف في تشطيب العمارات وحسب الشركه اللي هي منفذه للعماير. يعني زي ما احنا شايفين كده دي مجموعه شركات زي اللي انا بصوركم، دي شركه ماسكه المجموعه دي حوالي 33 عماره بتشطبهم، وهكذا. وانا ان شاء الله كل فترة كده هروح الموقع وهصور، وان شاء الله المرة الجاية كده ممكن نروح اكتوبر الجديدة ونشوف برضو وصل لغاية المشروع، ويا رب كل يستلم على خير ان شاء الله، ونشوف التشطيبات تبقى جميلة، وهيبقى ان شاء الله الموقع ممتاز ونستلم على خير. ده كان فيديو كنت بس بوضح لكم علشان خاطر اللي قلقان من الاستعلام منزله او منزلهوش. في بعض احنا يعني اللي متاخر، المهم ان بعد مارس 2024 زي ما وضحت لحضراتكم ان هتبقى الدنيا كله اغلبيته هينزل له والدنيا هتمشي بسرعه، وفي مناطق معينه نزل لها وهكذا، لكن هم شغالين يعني. تمام. انا هنا دخلت موقع بس يعني دخلت وغامرت، يعني ان هي لسه الطريق ما اتسفلتش ورمله وكل حاجه، بس في مدرسه واللي ملاحظه في الموقع ده ان يعني المساحات بين العماير وبين الشوارع واسعه، مش ان هي لازقينها في بعض كده. يعني بين العماير في الاعلان ال 14 بالذات تحس ان هي متقسمه
تقسيم ايه كويس، وشوارع ايه زي ما انتم شايفين في الصورة امامكم ان هي ايه واسعة. يا رب نكون افدناكم كده في هذه الحلقة ان شاء الله. وتابعوني على القناة، هصور كل جديد ان شاء الله، بس انا بحاول اصور كل فترة علشان ندي فرصة انهم يكونوا عملوا حاجة. تمام. فما يعني ما تقلقوش ان انا لو اتاخرت عليكم في التصوير، لو لقيت الدنيا زي ما هي خلاص بيبقى الفيديو هو. ولكن اما انزل حاجة تانية ان شاء الله هيبقى في حاجة جديدة في المشروع. وان شاء الله تتابعوني اول باول وهوافيكم بكل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.